السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كنتواجد الآن على مستوى منطقة مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، واليوم بتنسيق مع رابطة كاتبات المغرب ينظم احتفال باليوم العالمي للشعر، وكذلك اليوم العالمي للمرأة أمسية شعرية يحضرها عدة شعراء نساء رجال معروفين لدى الساحة الوطنية، وكذلك مع فقرات فنية. ابقوا معنا، معكم محمد شاه. الصخور السوداء ورابطة كاتبات المغرب احتفالا باليوم العالمي للمرأة. أبحث عنك في مخيلة الوعي واللاوعي، وانتي فكمي فكرتي انتي وانتي وانتي. مشاهدينا الكرام، كنتواجد الآن على مستوى مقاطعة الصخور السوداء اليوم بتنسيق مع رابطة كاتبات المغرب. كتنظم هنا في هذا المقر بالضبط احتفال باليوم العالمي للشعر، وكذلك اليوم العالمي للمرأة أمسية شعرية يحضرها عدد الشعراء ونساء رجال معروفين لدى الساحة الوطنية. معنا كذلك الأخ ديالنا هو معروف سي رشيد سلامي، شعب سلامي معروف في الساحة الوطنية بالفن ديالو الشعبي، اللي يجي اليوم يتحف هذا المجمع ديال الشعراء والأدباء وينشط هذا الجمع. هذا بغينا تو يقدم لنا كلمة حول الارتقاء بهذا الفن وفن الشعر وفن كذلك الكتابة وغير ذلك. تفضل أخي العزيز، كيفاش كتحس دابا هذو الرجال ديال الشعر اللي هما كاينين موجودين معنا اليوم؟ وهو الشعر غذاء للروح، تمام، وكلام راقي. احتراماتي لهذه الكاتبات والشعراء كل واحد باسمه، واختاروني باش نكون ندوز في مرور فقرات غنائيه شعبيه، فكان لي الشرف. وكيف شفتوا كان واحد التجاوب هائل، رغم انني جيت باش نتكلم منفرد بدون فرقه، ولكن المس ان الناس تقبلوا المرور ديالي. حاولت المرور ديالي يكون بآلة الوتر، كل شيء كيعرف ان آلة الوتر هي آلة مغربيه محضه، فانا كنعطي فيه واحد الاضافات وواحد اللمسه اللي باعتراف الجميع الناس اللي هما اللي كيديروها يزاولوا هذا الفن ديال الوتر، كنعطي فيه اضافه والكمال لله. يعني هذا المرور اليوم كان في المستوى، ومازال ندوز في فقره اخرى ان شاء الله بالكمانجه، وكنتمنى الحضور يمشي راضي. وفعلا لقيت واحد التجاوب، راه تمشوا كل شيء انا وتبعنا الكواليس وكياخذوا التجاوب مع الجمهور حاضر النمره ديالي. وهذا هذا هو انك تخرج للوجود وتنفعت على ناس اخرين، وهذا كل شيء الفنان يعني تيبحث على هذه الاشياء. الطريقه ديال التعامل ديالك كتخلي لك الحضور ينتبه لك بزاف تبارك الله. اكيد هو يعني كيف لاحظتي انني تنغني بالحركه الجسدي والروح باش نخرج الناس من ديك الركود وديك الرسميات. تمام، بغيو نكونوا في اجواء عائليه اكثر من ديك اللي تبقى شويه البروتوكول او الخجل او هذا. هذا الشيء تعلمنا على تجربه طويله، بدينا في الملاهيه ومن بعد درست تنشيط الجاليه المغربيه في باقي ايطاليا وفرنسا، يعني كنشوف الناس من جميع مناطق المغرب وحتى لي زيميغري وهذا. فهذه الثقه اضافيه في المسار ديالي تعلمتها، ولما درتيش هاد الامور فالناس تخليهم خاجلين وشي كيشوف شي، لكن انت تحرك معاهم باش حتى هما كذلك يتحركوا باش تخرجوا من ذاك الجوله وتذكر الانتماء ديالهم، المنطقه ديالهم، النادي ديالهم، وكتقول لهم واخا. كفنان شعبي بغينا كلمه ديالك الراي الوطني باش يعطي قيمه اكثر لهذا الفن ديال الشعر وهذا الفن ديال الزجاج. اكيد. يعني الشعر فهو يعني فيه كلمات راقيه وهادفه وهو غذاء للروح، نقدر نقول هذا. وغنختاروا هذه الفرصه غنمثل نقول واحد الابيات ديالي من اغنيه اللي لقات واحد الصدى طيب شبيهه بالشعر، فيها زجل يعني شعبي، تنقول فيها صفي وغرب لي الغربال، خليني نشوف واش غيشيط ليا، واش كاين معاني ولا محال، ولا غير ديالي طايرين بيا، شحال من الحباب وشحال من الصحاب ملي احتاجينهم حتى واحد فيهم ما تصرف علينا سدوا الباب، من هذا البشر اللي هكذا خطا يسعى غير نهار يخرج معك النهار ويهز لك الاشواط، فين هو الامان وفي الحب اللي كان
كلشي راه تغير ورحنا على الزمان وفاتحين الاوان يا الملحد والمال كاع الناس تبغيو يدريو شحال الانسان عليه وهذا من ياخذ بيديه. رائع. ما بغيناش تكون الحقره، بغينا نقبلوا بعضياتنا، نعاونوا بعضياتنا في السراء والضراء، وهذا هو الخلاصه. اذا القصيده ديالك عندها هي تبارك الله واحد النظره خاصه تبارك الله خويا. اذا مرحبا بك، نكملوا السهره ديالنا ونكملوا هذا الحفل ديالنا. شكرا لك اخي. شكرا على الاستضافه، وتحيه لاخبار الشعب، تحيه واحترام. شعرية رائعة قيمت بمقاطعة الصخور السوداء، والمناسبة احتفالات الشعب المغربي باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للشعر، وبتنسيق مع رابطة كاتبات المغرب مرت أمسية رائعة من ضمن الحضور السيد رئيس مقاطعة صخور سوداء اللي غادي يتكلم لنا عن الشعور ديالو حول هذا الحفل الرائع اللي حضروا شخصيات على الصعيد الوطني. تفضل اخي العزيز. احساس رائع لانه حضور وازن ديال المثقفين والشعراء في هذه المناسبه اللي هي مناسبه جليله، وهي مناسبه تكريم المراه وتكريم الشعب. وبهذا الاطار التنسيق كان رائعا مع رابطه الشاعرات المغرب. كنشكر الجميع وكنرحبوا بهم مره اخرى، والجماعه من فاتحه لجميع الشعراء والمثقفين والجميع. شكرا لك اخي العزيز.